تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نواصل على بركة الله مجالس قراءة مراقي السعود مع التعليق عليها، واليوم إن شاء الله سنقرأ ما تيسر منه، ونبدأ على بركة الله. ذكرت في المقدمة أن هذا الكتاب جاء بعد حاجة ملحة وضرورة لطلبة الإجازات القرآنية عندنا بليبيا بالدرجة الأولى، ثم لطلبة العلم عامة، وذلك أن الكتب الموجودة بين أيدينا إما أن تكون مطولة فيها ذكر خلافات، أو تكون مختصرة غير مستوعبة لذكر جميع الفروع. ونقصد بالفروع فروع الأصول، أصول رسم العثماني المدونة في كتب أهل العلم. فجاء هذا الكتاب لكي يسد ثغرة من ثغرات علم الرسم القرآني، فذكر الأصول، أصول الرسم الستة مع فروعها على قول واحد حتى لا يتشتت ذهن الطالب، وعلى مصحف واحد وهو مصحف المدينة المنورة، بحكم أن مصحف المدينة من أكثر مصاحف رواية حفص انتشارا في العالم، فاخترنا هذا المصحف. وقد حاولنا ذكر كل ما كتب في المصحف المدينة من رسم عثماني مخالف للرسم القياسي المعروف في المدارس وفي الجامعات وفي كتاباتنا اليومية. وذكرت في هذا الكتاب بعض التقسيمات والضوابط والمصطلحات الجديدة التي رأيت أنها أيسر للطالب. وقسمت هذا المختصر إلى مقدمة، وهي التي أخذنا منها طرفا الآن، ومنهجية مقترحة لدراسة الرسم العثماني، وهذا أول كتاب في علم الرسم ذكر منهجية مقترحة لعلم الرسم، وتوطئة قبل ذكر الأصول ثم ذكر أصول الرسم العثماني. هذا مجمل أو ملخص ما جاء في المقدمة. بعد المقدمة ذكرنا تنبيه مهم يخطئ فيه كثير من الطلاب، وهو أن كثير من الطلاب يظنون أن لحفص رسم خاص به ولقالون رسم خاص به، وإن كان هذا الكلام فيه شيء من الصحة. يعني في الأساس أن الإمام نافع رحمه الله كتب وقرأ وفق مصحفه المدني، كما أن الإمام عاصم كتب وقرأ وفق مصحفه الكوفي، لكن ليس معنى ذلك أن لكل راو من الرواه أو قارئ من القراء رسم خاص به. وأتينا بمثال في التنبيه: كلمة الإنسان هي ثابتة في رسم الداني المعتمد عندنا في الكتاتيب الليبية، وهي محذوفة في رسم أبي داود سليمان بن نجاح. وقلنا إن الرسم أصله النقل عن المصاحف العثمانية، ثم اعتمد قول بعض الأئمة في هذا النقل، كما ذكرنا في الدرس السابق. شأنه شأن أي علم، إلى أن آل هذا العلم إلى إمامين صارا شيخي الرسم، وهما أبو عمرو عثمان الداني وتلميذه أبو داود سليمان بن نجاح. فاختار يعني كل قطر من الأقطار العربية ما تواتر لديه من اختيار. فنحن إن شاء الله سندرس
اختيار المشارقة على حسب ما جرى به عمل المشارقة، ووفقا لما اختارته لجنة مصحف المدينة المنورة. بعد ذكر تنبيه أتينا على منهجية مقترحة لدراسة الرسم العثماني، وهذه المنهجية استوحيتها من دراسة الفقه الإسلامي. فإن الإنسان إذا أراد دراسة أي فقه من المذاهب، أي مذهب من المذاهب الأربعة، فإنه يأتي على مراحل ثلاث غير مرحلة المبتدئ. يأتي على مرحلة القول الواحد في المذهب، ثم المرحلة التي بعدها أقوال المذهب وخلافات في المذهب نفسه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الفقه المقارن. فاستوحينا هذه الفكرة من دراسة الفقه وطبقناها على دراسة الرسم العثماني. فاخترنا للمرحلة الأولى وهي مرحلة القول الواحد هذا الكتاب مراقي الصعود، ثم مرحلة الخلاف النازل كتاب مختصر التبيين للإمام أبي داود سليمان ابن النجاح، لأنه يذكر أقوالا في كتابه، مثلا سقياها ذكر فيها 3 أقوال. ثم بعدها تأتي مرحلة الخلاف العالي المقارن، ورجحنا حفظ ودراسة منظومة مورد الظمآن لأنها أتت باختيارات الداني وابن نجاح وغيره من علماء الرسم، فهي جامعة للخلاف العالي بين علماء الرسم. فإذا ما أتقن الطالب هذه المراحل الثلاث فلا خوف عليه في هذا العلم، ولن يصعب عليه شيء بعد ذلك، ويستطيع قراءة كتب المتقدمين. لكن نريد أن ننبه إلى شيء، إلى أن الذي يريد أن يدرس الرسم القرآني عليه أن يكون متقنا لقواعد الإملاء، فذكرناها كمرحلة أولى. يعني قبل الولوج والدخول في كتاب مراقي الصعود يحسن بالطالب أن يكون متقنا لقواعد الإملاء القياسية المعروفة. وقد ذكر لي أحد مشايخي في علم العربية أن الخطأ في الكتابة العربية على نوعين. الأول خطأ قياسي، يعني أن الطالب لا يجيد تطبيق القاعدة، ويكون ذلك بتعليم الطالب القاعدة. مثلا الطالب لا يجيد الفرق بين همزة الوصل أو القطع فيتعلمها حتى يتقنها. والخطأ الثاني خطأ سماعي. ما معنى خطأ سماعي؟ أن الطالب عنده تصحيف في السماع، فلا يميز بين قل وقال، وبين يقول وقل. يعني لا يميز بين الضمة والضمة التي بعدها واو، ولا بين الفتحة والفتحة التي بعدها ألف، ولا بين الكسرة والكسرة التي بعدها ياء. فهذا يحتاج إلى تدريب، يعني يحتاج إلى من يلقنه ويدربه حتى يتجنب هذا الخطأ. فإذا ما أتقن الطالب الرسم القياسي الذي هو قواعد الإملاء، دخل على مراحل الرسم على ما ذكرنا: مراقي الصعود، ثم مختصر التبيين، ثم مورد الظمآن. بعد المنهجية ذكرنا التوطئة، يعني كالمقدمة بين أصول الرسم العثماني. وهذه المقدمة أو التوطئة رتبناها بحسب التسلسل التاريخي. في البحث العلمي والمناهج البحثية لهم عدة طرق لترتيب البحث، من ضمنها طريقة الترتيب التاريخي، يعني ترتب بحثك على الترتيب التاريخي. لأن ما هي مشكلة البحث؟ مشكلة البحث أننا لم نجد كتابا استوعب أصول الرسم 6 بفروعها. طيب
هذه الأصول أين هي؟ في علم الرسم، وعلم الرسم من علوم القرآن. إذا نأتي على أوسع شيء الذي هو القرآن، ثم نضيق البحث، نأتي على الرسم، ثم نضيق إلى أن نصل إلى الأصول. هذا يسمى تسلسلا تاريخيا في طريقة كتابة البحوث العلمية. يعني هذا الترتيب لم يوضع اعتباطا، بل وضع بناء على شيء. ففي التوطئة ذكرنا تعريف القرآن الكريم، وقلنا إن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى نزل به جبريل الأمين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. المنقول بالتواتر والإجماع. التواتر يعني طبقة عن طبقة، جيل من الناس عن جيل من الناس. والإجماع أجمع جميع مذاهب أهل السنة على اختلاف مشاربها وعقائدها على أن ما بين الفاتحة إلى الناس هو القرآن الذي نزل به جبريل على نبينا العدنان. ثم قال: المكتوب في المصاحف، المتعبد بتلاوته والعمل به. يعني ليس التعبد فقط بالقراءة، بل حتى بالعمل به. ثم عندما عرفنا القرآن أتينا على ذكر مراحل كتابة القرآن، وقد ذكرناها في الدرس السابق، لكن لأننا سنجيز إجازة سماع وإجازة تدريس في هذا الكتاب، فإننا نتلوها فقط. يعني نأتي على مراحل كتابة القرآن قراءة فقط، لأننا شرحناها في الدرس السابق. هنا قال: كتابة القرآن الكريم. مرت كتابة القرآن الكريم بثلاث مراحل. الأولى كتابته في عهد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الثانية جمعه في صحف في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الثالثة استنساخه في المصاحف في عهد عثمان ذي النورين رضي الله عنه. ولما كان يعني العهد النبوي معروفا، ذكرنا عهد أبي بكر الصديق، ثم ذكرنا عهد عثمان ذي النورين. فعهد أبي بكر الصديق ذكرنا فيه حديث البخاري، وبوبناه بتبويب وقلنا أول جمع للقرآن، وهذا كله يعني شرحناه في الدرس السابق. قال البخاري في صحيحه: باب جمع القرآن. وفيه أي في هذا الباب بسنده أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر القتل في بني فلان إذا اشتد وكثر. إن القتل قد استحر يوم القيامة يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. المتكلم الآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال.
حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها. ثم ذكرنا نسخ المصاحف. قال البخاري في صحيحه: ونسخ المصاحف الآن هي المرحلة العثمانية، يعني جمع المصاحف مرحلة صديقية، ونسخ المصاحف مرحلة عثمانية. قال البخاري في صحيحه: باب جمع القرآن، وفيه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشأم، وتقول الشام بالألف والشأم بالهمز، في فتح إرمينية. أكثر ضبط نسخ البخاري بعدم التشديد، ويجوز أيضا التشديد، إرمينية. وأذربيجان، وفي أذربيجان يعني ضبط كثير، لأنها اسم أعجمي، والعرب إذا كان اسم أعجميا فتتصرف فيه كيف تشاء. ولي في بحث صغير ذكرت فيه لغات أذربيجان التي وقعت عليها في القواميس. على كل حال، وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. أفزع حذيفة مفعول به مقدم، اختلافهم فاعل في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. وفي هذه الرواية ما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا القرآن كل بحسب لهجته، وأنهم أثبتوا لهجة قريش عند الاختلاف. قال هنا: ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا. وهنا فائدة لطيفة، أن كلمة مصحف مثلثة الميم، يعني مصحف بالضم ومصحف بالكسر ومصحف بالفتح، كما نلفظها في العامية. وفي مثلث بن مالك قال: في الميم من مكث وميم مطرف ومختع ومغزل ومصحف ثلث، أي أن هذه الكلمات جاءت بتثليث الميم: مصحف، 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 مغزل، مغزل، ومغزل، إلى آخره. فكلمة مصحف بالفتح صحيحة وليست عامية. قال: وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فألحقناها في صورتها في المصحف. هذا الفصل في جمع القرآن الكريم.
نأتي الآن على تعريف القرآن. يعني نحن ذكرنا القرآن ثم مراحل كتابة القرآن ثم إلى تعريف القرآن، وهكذا نضيق البحث إلى أن نصل إلى الأصول. تعريف الرسم يعني الكتابة العربية بصفة عامة. الرسم لغة هو أثر الشيء أو بقيته، ورسم الدار ما كان من أثارها لاصقا بالأرض. والعرب كانت تتغنى وتعزي نفسها إذا انتقلت من دار إلى أخرى. في كثير من أشعارها قال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسق اللوى، فذكر يعني الدار التي كان فيها، وقال: النابغة أقوت وصار عليها سالف الأبد، وغيرهم من الأشعار الجاهلية، لأنهم كانوا إذا انتقلوا من مكان إلى مكان بقيت آثارهم على الأرض، فيسمى هذه الآثار برسم الدار. ثم قال: ورسم على كذا، أي كتب، يرادف الرسم الخط والكتابة. يعني تقول رسم أو خط، والكتابة والهجاء والسطر والرشم والرقم والزبر والإملاء. فالرسم وهو أول كلمة ذكرناها، ويراد الرسم شاع استعماله أو استعمال هذه الكلمة في القرون المتأخرة. يعني وجدت يعني تقريبا من بعد الإمام الداني أو حتى أو بالضبط يعني من بعد شروح المورد، لأن المورد اسمه مورد ظمآن في رسم أحرف القرآن. من بعد المورد صار الناس يطلقون على علم كتابة المصحف والظواهر الكتابية الموجودة فيه بالرسم القرآني. فيعني اصطلحوا على هذا الاسم الرسم. قال: شاع استعمال هذه الكلمة في القرون المتأخرة للدلالة على علم رسم المصحف والكتب المؤلفة فيه، مع العلم أنه ما يزال مستعملا في الدلالة على قواعد الكتابة الموضوعة من قبل علماء العربية. وبعض البلدان تسمي علم قواعد الإملاء بقواعد الرسم، ومنها دولة تونس حفظها الله وحرسها الله. ذهبت إليها سنة 2014 فوجدت كتاب مكتوب عليه الرسم، ففرحت به، ظننت أنه من كتب الرسم القرآني، فإذا به كتاب في قواعد الإملاء. ثم علمت أن التونسيين تأثروا بجامع الزيتونة، وكان علم الرسم قويا هناك، فصاروا يطلقون على قواعد الإملاء القياسية التي نقول عليها نحن قواعد الإملاء والإملاء، يطلقون عليها علم الرسم. طيب، ثم قال: والخط، يعني يرادف كلمة الرسم الخط. الخط غلب إطلاقه في العصور المتأخرة على الجانب الهندسي للكتابة، يعني شكل الحرف، هذا هو الخط في زماننا. وأشهر الخطوط طبعا النسخ والرقعة والديواني والثلث والمغربي والكوفي القديمة التي كتبت به المصاحف وغيرها من أنواع الخطوط العربية. ومن أقدم من أطلق كلمة الخط على علم الرسم القرآني أبو بكر الأنباري، المتوفى سنة 28 و400 للهجري، في كتاب سماه مرسوم الخط، أي مرسوم خط المصاحف، في كتاب سماه مرسوم الخط. طيب، والكتابة، طبعا الكتابة ظل استعمال هذه الكلمة أقرب إلى الاستعمال اللغوي منه إلى الدلالة الاصطلاحية، يعني صارت الكتابة على الاستعمال اللغوي المعروف، كتب يكتب كتابة. والهجاء، استعمل عدد من الأئمة الأقدمين هذه الكلمة في مصنفاتهم، ومنها كتاب فيه هجاء المصاحف ليحيى الذماري المتوفى سنة 45 و100 للهجري، وأيضا لأبي داود سليمان بن النجاح كتاب التبيين لهجاء التنزيل،
المتوفى سنة 96 و400 هجري. فالهجاء يعني كان مستعملا عند الأئمة للدلالة على الرسم القرآني، لكن عندما ارتبطت كلمة الهجاء بأحد أغراض الشعر، فالشعر فيه المديح والنسيب والغزل وغيره، وأيضا من أغراض الشعر الهجاء، فكأن العلماء يعني كرهوا إطلاق كلمة الهجاء على الرسم القرآني وانتقلوا عنها وتحولوا عنها. ثم عندك السطر. السطر الذي هو الخط في الكتابة، وأيضا الصف من الشيء، يعني السطر في زماننا صار يطلق على الصف من الشيء. والرشم، رشم على كذا أي كتب. والرقم كان في الحقيقة في أوله، يعني في عهد الفصاحة بمعنى كتب، والمرقوم المكتوب، لكن في زماننا استعملوا كلمة رقم مرادفة لكلمة العدد، وهذا استعمال حادث. يعني العرب لا تقول للعدد رقم في زمانها، لا تقول للعدد عدد، 1 و2 عدد، لكن في زماننا أطلقوا كلمة العدد على الأعداد المعروفة هذه، 1 و2 و3. وأقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة استعمال هذه الكلمة مرادفة لكلمة العدد، وإلا فالعرب كانت تطلق كلمة الرقم على الكتابة. وعندنا أيضا الزبر، ومنه زبور، الزبور أي المكتوب، والزبر أيضا بمعنى الكتابة. والأخير الإملاء. فهذه كلها مصطلحات تدل على الكتابة. والعرب يعني إذا عظمت من الشيء أكثرت من أسمائه. العرب إذا عظمت شيئا أكثرت من أسمائه، كما ذكرت للأسد أكثر من 500 اسم، وللناقة أكثر من 1000، وهكذا. بعد تعريف الرسم نأتي على أنواع الرسم العربي. يعني عرفنا الرسم، يعني عرفنا الكتابة العربية والأسماء التي تطلق على الكتابة العربية. بعدها يأتي أنواع الرسم العربي. وأنواع الرسم العربي 3: رسم قياسي ويسمى الإملائي، وهو ما اصطلح عليه الناس في كتاباتهم وجرى على العادة المعروفة. وعندما تتبعت هذا العلم وجدت أن لكل عصر من العصور اختيارات، كل عصر من العصور اختيارات تكون فاشية في زمانهم ويكتب بها كتابهم، وهكذا. فيعني ليست الكتابة العربية في الحقيقة موحدة من أول يومها إلى يومنا، لا، كل زمان تقريبا له بعض الاختيارات، وإن كانت يعني ليست كثيرة، يعني الخلافات ليست كثيرة، لكن يعني موجود، الخلاف موجود. ثم عندنا بعد الرسم القياسي الرسم العروضي بفتح العين، وهو ما اصطلح عليه أهل علم العروض في تقطيع أبيات الشعر. يعني أهل العروض للمبتدئ طبعا وليس المنتهي، لأن المنتهي يستطيع وزن البيت بالسليقة أو بالسماع أو في ذهنه، لكن الذي يريد أن يتعلم علم العروض يكتب البيت ثم يقطعه عروضيا، يكتبه مرة أخرى، يكتب الحروف التي تنطق، ثم بعد ذلك يزن هذا البيت. فالرسم العروضي هذا نوع من الكتابة العربية، ويعتمدون فيه أي أهل العروض على ما يقع في السمع واللفظ دون المعنى، لا يعتنوا بالمعنى، المهم عندهم إيش اللفظ. فيكتبون الحرف المدغم بحرفين، يفككون المدغم، ويبعدون ما سقط من اللفظ كهمزة الوصل. إذا سقطت همزة الوصل أسقطوها من الكتابة العروضية. فتراعى فيه المطابقة التامة بين المنطوق والمكتوب. يعني الكتابة العروضية المنطوق مكتوب تماما. ثم عندنا الرسم الثالث من أنواع الرسوم العربية الرسم العثماني، هو موضوع كتابنا، وهو الوضع الذي ارتضاه الصحابة في كتابة كلمات القرآن وحروفه. أي أن الصحابة ارتضوا هذا النوع من الكتابة وكتبوها أمام النبي وأجمعوا عليها في عهد عثمان رضي الله عنه.
وأقل أحوال الرسم العثماني أنه من إجماع الصحابة وحسبك بهم. ثم ذكرنا حكم الرسم العثماني، وأنا أقصد حكم الالتزام بالرسم العثماني. كيف؟ هل هو ملزم أن نتبعه أو لا؟ قالوا ذكرنا هنا سئل الإمام مالك رضي الله رحمه الله: هل تكتب المصاحف على ما أخذته الناس من الهجاء، يعني على ما تعلم الناس من قواعد الإملاء والهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى، وليس الكتبة بفتح الكاف، بكسر الكاف، إلا على الكتبة الأولى. قال الداني معلقا: ولا مخالف له من علماء الأمة، يعني ليس هناك مخالف. وقال الإمام أحمد رحمه الله، يعني وقد شدد في المسألة فقال: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك، يعني تماما كما كتب في المصاحف العثمانية. ومما يؤيد هذا الرأي اجتماع الصحابة العدول وتلقيهم هذا الأمر بالقبول. ورحم الله البيهقي إذ يقول: من كتب مصحفا فينبغي له أن يحافظ على الهجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيها ولا يغير مما كتبوه شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي لنا أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم ولا سقطا لهم، يعني نتبع الصحابة وبس، والخير كل الخير في اتباعهم. هذا ولو لم يكن في اتباعه من فائدة، أي الرسم، إلا سدا للذريعة وإغلاقا لباب الفتنة والاختلاف لكفى. ورحم الله ابن برين إذ يقول: واسلك سبيل ما رواه الناس منه وإن ضعفه القياس. ثم ذكرنا فوائد الرسم العثماني، وقلنا له فوائد عظيمة، منها دلالة الرسم على القراءتين أو القراءات في الكلمة الواحدة، كما أخذنا في الدرس الأول أو في المجلس الأول أن كلمة عند وعباد كتبت برسم واحد تحتمل هذه الأوجه. وإفادة الرسم أيضا لبعض اللغات الفصحى، ككلمة رحمة كتبت بالتاء المفتوحة لتفيد لغة من لغات العرب الفصحى. ودلالة الرسم على معان دقيقة خفية في جملة من الكلمات في القرآن الكريم. وأن الرسم أحد الأركان الثلاثة التي يعتمد عليها قبول القراءات. وقد جمع أركان القراءة الصحيحة الإمام ابن الجزري رحمه الله في نظمه طيبة النشر بقوله: فكل ما وافق وجه نحوي، يعني أن القراءة الصحيحة هي التي جمعت ثلاثة أركان موافقة للعربية. قال: وكان للرسم احتمالا يحوي، موافقا للرسم أيضا، هذا شرط أيضا لصحة القراءة. وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فإذا الرسم أحد أركان الثلاثة التي يعتمد عليها لقبول القراءات. ثم قال: إن الرسم العثماني أحد ركني التلقي، هذا غير الأول. فالقرآن الكريم وصلنا منطوقا ومكتوبا بالتلقي متواترا خلفا عن سلف، يعني الصحابة أخذوه بالتلقي بالمنطوق، يعني النبي لقنهم، ومكتوب أيضا كتبوه أمامه. ومن أراد الوقوف على تفصيل هذه الفوائد فليرجع إلى كتاب البرهان في علم القرآن للزركشي وكتاب مناهل العرفان للزرقاني، ففيهما تفصيل لذلك. آخر ما نأتي عليه اليوم ونختم إن شاء الله، لأننا استوفينا تقريبا 40 دقيقة، التعريف بالإمام أبي داود. يعني الآن ضيقنا البحث من الرسم، انتقلنا إلى الإمام صاحب الاختيار، ثم ندخل على أصوله، أصول الرسم الموافقة لهذا الإمام. الإمام العظيم سليمان ابن أبي القاسم نجاح
مولى أمير المؤمنين هشام المؤيد بالله، سكن دانية وبلنسية. يكنى أبا داود، روى عن أبي عمرو عثمان بن سعيد الصيرفي الداني المعروف، وأكثر عنه وهو أثبت الناس به. وعن أبي عمر ابن عبد البر مشهور، المحدث المشهور في الأندلس، وأبي العباس العذري، وأبي عبد الله ابن سعدون القروي، وأبي شاكر الخطيب، وأبي الوليد الباجي أحد علماء المالكية المشهورين وغيرهم. وكان من جلة المقرئين وعلمائهم وفضلائهم وخيارهم، عالما بالقراءات ورواياتها وطرقها، حسن الضبط لها، وكان دينا فاضلا ثقة فيما رواه، وله تواليف كثيرة في معاني القرآن وغيره، منها مختصر التبيين لهجاء التنزيل في الرسم العثماني. وكان حسن الخط جيد الضبط، روى الناس عنه كثيرا. توفي أبو داود سليمان بن النجاح يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر، ودفن يوم الخميس لصلاة العصر بمدينة بلنسية، واحتفل الناس لجنازته. احتفل ليس معناه من الاحتفال، لكن يعني اجتمع الناس لجنازته وتزاحموا على نحشه رحمه الله، وذلك في رمضان ب16 ليلة خلت منه سنة 96 و400، وكان مولده سنة 13 و400. رحمه الله رحمة واسعة، وألحقنا به غير ضالين ولا مضلين. نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله الدرس القادم أو المجلس القادم نشرع في أصول الرسم العثماني على بركة الله. فاللهم يسر وأعن وسدد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.